هلا أصدقائي، اليوم وصلتي لهذا اليوم هي بيتزا أو لحمة بعجين العفو. سويتها بالأوفن مالتها اللي اشتريته جاهز مال بيتزا، وطلعت كلش طرية وطيبة وعجبتني طريقة العجينة. شو المقادير راح أقول لكم عليها وراح تطلع كلش طيبة ومضبوطة. تعالوا وياي أشوفكم الطريقة والمقادير. أصدقائي مكوناتها هي خاشوقة شكر، خاشوقة خمرة، وراح أخليها مي دافي، خليها تتفاعل شوية. بسم الله. هاي جلاس كامل، راح اشيلكم باقي المقادير. وهاي 6 كواب طحين، استخدمت نفس هذا الجلاس اللي قست بيه المي. 6 كواب طحين ابيض او طحين ابيض احسن شي. راح استخدم العجانة حتى اعجن بس. تعالوا وياي اكملكم باقي المقادير. والملح تقريبا خاشوقة كوب، ملعقة كوب. هسه حطيت الطحين بالعجانة وراح اخلي عليه الخميرة اللي حطيت وياها الشكر. هاي جلاس، طبعا استخدم جلاس نفسه اللي قسنا بيه الطحين. وراح احط جلاس ثاني بس مي دافي، يعني 2 مي كل 6 كواب طحين او 6 جلاسات. راح احط المي وراح احط 3/4 جلاس زيت، وابدي اخلط المواد بالعجانة واعجنها. نخلطها بهذا الشكل بالعجانة الى تصير عجينة كاملة. هسه العجينة صارت جاهزة، ما راح تكون كلش لينة، شوية بيها قوة على مود لا تصير تيبس من نشويها، ما يصير زيدون المي. سووا المقادير نفسها اللي طيتكم اياها. راح احطها بالنجانة وابدي احضرها من جديد، اعجنها شوية وبعدين اغطيها الان تختمر. هذا شكل العجينة بعد ما جهزناها. هسه راح اخليها تختمر وترتاح حسب ما شو وقت تختمر، حسب المكان اللي حاطين. وهاي الحشوة اللي هي جبت تقريبا 3/4 كيلو لحم، طماطة مفرومة، بصل. طبعا كمية البصل قد الطماطة. وراح احط له ملح حسب الرغبة قد ما تريدون، وطبعا فلفل اسود هم حسب الرغبة. ما اسويها كلش حارة، بس هسه اضيف لها اخر شي دبس الرمان. حطيت دبس الرمان وراح احط هذا دبس فليفلة خاشوقة تقريبا او خاشوقتين حسب الكمية. هاي كمية هواية، راح احط خاشوقتين دبس الرمان. وراح احط له شوية زيت زيتون، شوية لان الغراض يمي لازم اقربهم. المهم زيت زيتون شوية لان يراد له دهين شوية فحم، بس هذا مو دهين فما حطيت له. وراح احط له اخر شي هو الكاتشب. هذا مكان ما تحطون معجون، اذا تريدون معجون حطوا معجون، انا احط كاتشب. ونخلط المواد مع بعض. وهاي شكل العجينة، شوفوها شلون صارت تخبل. لا تنسوني بأي لايك حلو منكم، واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، وتعالوا وياي نكمل الطريقة. وهاي طبعا اشتريتها حتى اسوي بيها لحمة بعجينة. والبيتزا هاي شواية مال بيتزا، طبعا تلقوها من تيك توك شوب. هاي تجي ويا هذا الاثنين. وهاي القطاعة، وطبعا هاي اكس لارج 14 اكبر من الموجودات كانت. ودرجة حرارة ماكسيموم توصل 800. وراح اجربها وياكم. هاي العجينة اصدقائي اختمرت، وهاي حضرت اللحمة مالتها الحشوة. وهاي صينية بيها طحين حتى احط العجينات بعد ما قطعهن. وهنا أنا هاي شغلتها على درجة حرارة 400 مثل ما تشوفون. خليها راح تحمى.
قسمت العجينة وهاي قطعتها هي وهي موجودة هنا بهذا الشكل، وراح أكونها وأحطها على الصينية. وطبعا جبت هاي أفتح عليها العجينة وقطعتهم بهذا الشكل، سويتهم بالصينية وراح أبي أفتحهم بالشيبك. هسه فتحتهم بهذا الشكل، راح أجيب عجينة على عجينة وأحط بيناتهم طحين حتى تنفتح كلش هواية، وأبدي أفتحهن سوية هذا الشكل. واصدقائي حطيتها هسه جهزتها، وتقدرون تحطوها هنا وبعدين شيلوها بالكشرات. هسه راح احط حشو كميه واوزعه. هاي اصدقائي سويتها وحده وراح اشيلها، حولتها طبعا هنا أنا حتى براحتي، بعدين حشيلها بهاي واحطها على شو اسمه. طبعا هاي اصدقائي سكملناها وراح نحطها على شوايه البيتزا او لحم بعجينه، وراح نغطيها الى آخر. نشوف الوجه يعني بعدين نعلق الوجه مو هسه. هسه اصدقائي معه استوت تقريبا، انا ما اقدر ارفعها بس هي استوت يعني. هسه حطفيها واشغل الفوق، نشغل نطفي هذا ونشغل ذاك، لان هاي ما شاء الله هي ستو بالعجل يعني، فلازم تنتبهون عليها. اصدقائي جربت شغلت اول شيء الجو هذا الهيتر الجو ما يفي، لازم تشغلون اثنينهن نفس الوقت. ليش؟ لان حتستوي كلش وظل هاي مالتها تشون عليها حاره، فما انصحكم تشغلون اثنينهن نفس الوقت. بس يعني نسيت اصور لكم اياها، فاكنها اول وحده بس حصور لكم الثانيه كل زينه صارت. وهاي نجهز البقيه. هاي اصدقائي تقريبا استوت، بقى شلون شكلها يخبل. فو اصدقائي شلون صارت تخبل بقى الظهر مالتها شلون استواء يخبل. لا تنسوني باي لايك حلو وابقوا وياي حتى اكمل باقي العجينات. هاي سويت اثنين وبعد الباقي حكملهن وحده كناها طبعا. بقى عجينتها تخبل من جوا. اصدقائي قمت استخدم ورق زبده جواها على قد العجينه. ليش؟ حتى هاي نشوي عليها مالتها ما تصير سودا وتحترق. هاي اصدقائي سويت كميه، وهاي بعد الكميه راح اكملها واخذ لها صوره وياكم بقتل 3 وبس. شوفوا شلون شكل عليها يخبل. وهذا الشكل النهائي اصدقائي. بعوسه احنا كنا منها ما شاء الله صارت كميه هوايه كلش يعني، وطريقه جدا ناجحه، والعجينه كلش يعني تمام خفيفه همينه. بقى شلون تنطوي. تحياتي لكم اينما تكونوا. باي باي، مع الف سلامه. لا تنسوني بأي لايك. باي باي.